كلنا عارفين انك اول ما بتسمع الصوت ده بتعرف ان في حرامي، وحرامي بالانجلش يعني thief. ولكن انت تقصد انهي نوع من انواع الحراميه؟ تعال دلوقتي بقى اعرفك على كل انواع الحراميه بالانجلش. اول نوع معانا وهو اللي بيدخل البنك او اي مكان بسلاح ويثبت كل اللي فيه وياخد الفلوس ويمشي، ده بنسميه robber. تاني واحد اللي بيدخل البيوت بيكسر الباب ويدخل يسرق الفلوس او المجوهرات وكل شيء موجود جوه البيت، ده بنسميه burglar. تالت نوع من الحرامية اللي بيثبتك في الشارع بمطوة او بسكينة وياخد منك المحفظة والفلوس، ده بنسميه mugger. رابع نوع اللي بنلاقيه في السوبر ماركتس، ده مش بيسرق فلوس خالص، ده بيدخل يسرق شوكليتس وبيسرق شيبس وكل حاجة ويمشي، ده بنسميه shoplifter. والقرصان اللي في البحر اللي بيسرقوا السفن وكل الحاجات دي بنسميهم pirate. غير كده كمان اللي بيدخل يسرق المعلومات بتاعتك من على الفيسبوك او بيسرق فيديوهات ليك او حتى الفيزا، ده بنسميه hacker. وكمان اللي بيقدروا ان هم يتحكموا في الطيارات او كده ويقدروا يطلعوها بسلاح ويخلوها تغير اتجاهها وتروح لاي مكان تاني، ده بنسميه hijacker. وكمان عندنا النشال اللي يسرقك وانت مش واخد بالك خالص سواء في الاتوبيس او في اي مكان، ده بنسميه pickpocket. وكمان الناس اللي بتخطف الاطفال الصغيرين، ده بنسميهم kidnapper. ودول بيخطفوا الاطفال علشان يطلبوا فدية اسمها ransom. واخر واحد معانا هو اللي بيسرق اي بوست ليك او اي حاجة انت منزلها وينسبها لنفسه، ده بنسميه plagiarist. That's it for now. That was Mr. Muhammad with you. اشوفكم ان شاء الله المرة الجاية، وخلي بالك من حاجاتك عشان ما تضمنش مين اللي المرة الجاية هيسرقك. كونسبت، اتعلم انجليزي صح.